السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لم تكن بدايتنا منطقية، او على الاقل لم تكن تقليدية. الم يكن من المنطقي ان نبدأ بكلمة وننتهي بقبلة؟ ولكننا بدأنا بقبلة ولن ننتهي. قلت لي ساخرا: فكيف من يبدأ من النهاية لا ينتهي؟ لم نرسم طريقنا بوضوح، اكتفينا بطريق متعدد الفروع. ندخل فرع ونخرج منه بسلاسة بلا قيود ولا عقد. اكتفينا بمتاهات نقدر نهايتها ولا نعرفها. النهارده ان شاء الله هنعمل أكلة شعبية جميلة جدا جدا جدا. ممكن تاكليها جنب السمك، ممكن تاكليها جنب بطاطس محمرة، ممكن تاكليها جنب عدس، المهم ممكن تاكليها اصلا لوحديها. المهم ان هي اكلة طعمة جدا جدا وحرشة. ان شاء الله انا متأكدة انك هتقومي تجربيها وتعلقي لي وتقولي لي ان هي طلعت حلوة وجميلة جدا جدا. يلا اقول لكم المكونات بتاعتها. هي مكوناتها بسيطة ومش هتشتري لها حاجة، كل حاجة من عندنا في البيت. وزي ما انتم شايفين المكونات انا معايا يعني انت ممكن تقطعي بصلتين وسط، يعني تفرميهم كويس، بس انا عشان عندي البصل انا مفرزاه زي ما انتم شايفين. طبعا انا مفرزاه معاكم في حلقه. ومعايا راس توم انا مقشراه وفرماه كويس جدا، ومعلقتين كبار من الخل، معلقتين من الدقيق، البهارات بتاعتي معايا كمون وشطه وملح، ومعايا بصل محمر زي بصل الكشري كده، ومعايا طماطم انا ضرباها ومصفياها كويس جدا. الطريقه سهله وبسيطه جدا. هو الاكله دي اسمها كشك اسكندراني. طبعا في ناس تعرفها وفي ناس ما تعرفهاش، فالناس اللي بتعرفها بتعملها والناس اللي ما تعرفهاش بتمنى تجرب الطريقه دي وهتعجبها جدا جدا. دي الحله على النار، هنزل بالبصل بسم الله كده، وزي ما قلتلك ممكن بصلتين كده وتفرميهم. هحط شوية زيت بس، طبعا انا مفرزاه مشوحاه بالزيت، بس حطيت شوية زيت كمان. هنزل بالثوم، راس توم انا فرماها اهي كده. يا سلام، الريحة طلعت بتاعت الثوم ايه فظيعة كده. زي ما انتم شايفين كده بقلبه كويس. عايزه اقول لكم ان الاكله دي من الاكلات اللي انا بحبها جدا. انا بعملها ساعات باكلها لوحدها، مش لازم جنب اكل، لان هي حرشه وجميله جدا يعني. وكده خلاص البصله مع الثوم اتشوحت. هنزل بمعلقتين من الخل كده، معلقتين كبار من الخل كده. هنزل بقى بالطماطم بسم الله كده. وهنزل بالتوابل بتاعتي. لو مش عايزه تحطي شطه ممكن ما تحطيش، بس انا عايزه اقولك ان الشطه بتخليها حرشه وطعمها جميل جدا اهو كده. هسيبها تغلي. وهجيب ربع كوبايه ميه زي ما انتم شايفين، حطيتها في البوله. هنزل بمعلقتين كبار من الدقيق اهو كده، وافضل اقلبهم كده عشان ما يكلكعش مني كده كويس جدا. بس
وكده خلاص الدقيق داب كده تماما. يلا بينا نحطوه على الكشك. وزي ما انتم شايفين كده الطماطم اتسبكت. هنزل بقى بالدقيق اهو كده زي ما انتم شايفين هيتخن. زي ما انتم شايفين بيتخن ازاي كده. كده مش قادره اقول لكم بقى الجمال، يعني مش قادره اقول لكم الطعم الرهيب كده بتاع الاكله دي اهو كده. كده خلاص هطفي عليه. دي طبق التقديم. هنزل بقى كده بجد لازم تجربوا الكشك الاسكندراني تحفة. كده ادي الكشك. هنزل بقى بالبصل بسم الله. لو هتعملي بقى سمك النهارده، لو هتعملي اكله شعبيه، لو هتعملي بطاطس محمره، يا ستي قومي جربيه وقولي لي رايك فيه ايه. الطبق ده جميل جدا جدا. يا رب الطريقه تعجبكم. وعايزه اشكركم كلكم، وعايزه اشكر بردك الناس اللي بتكتب تعليقات وبتقول يلا نعمل الحمله بتاعه ال100,000 مشترك علشان نجلاء تاخد الدرع الفضي قبل رمضان. عايزه اقول لكم فاضل لي حاجات بسيطه على ال100,000 مشترك والدرع الفضي. انا متشكره جدا جدا والله العظيم بجد. مفيش كلام مش عارفه يتوصف، ولا في حاجه عارفه اقولها. بيقف الكلام معايا لما بلاقي حد يمدح او لما بلاقي حد بيتكلم معايا بالطريقه دي. بحس ان انا عاجزه عن الكلام وعن القول، لان مهما اتكلم ومهما اقول بردك يعني مش هكفيكم او مش هقول كلام يليق على التعبير او الحب اللي انتوا بتحبوهولي. انا متشكره جدا جدا جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ومش عارفه اقول لكم ايه، انا فعلا بحبكم جدا جدا جدا. وانا اهتميت بالقناه كتير عن الاول من حبي ليكم والله العظيم. والحمد لله الحمد لله ربنا يكرمني وابقى دايما للاحسن. عايزه اقول لكم الدنيا الحمد لله اهو ماشي الحال. ومش عايزه حد يزعل مني ان انا قلت ان انا ما بردش على حد او الواتس او الحاجات دي. والله ابدا بيبقى الموضوع غصب عني جدا جدا. اللي بقدر ارد عليه برد عليه. وانا زي ما قلت لكم مش برد على الاسئله اللي انا سالتها قبل كده او الاجوبه اللي انا جاوبت عليها قبل كده، لان في اجوبه انا جاوبت عليها وعامله عليها حلقات. عايزه اقول لكم بس ان انتوا اهلي وناسي. يا رب الطريقة دي تعجبكم. يا رب تكون الحلقة النهاردة خفيفة عليكم. استنوني في حلقات تانية كتير. ما تنسوش ترفعوا الفيديو باللايكات بتاعتكم وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.